حياتك كده متلخبطة، حياتك الزوجية كل شوية فيها مشاكل، عيالك كده طالعين مش متربيين كويس، والواد والبت بيعلوا صوتهم عليك وبيتكلموا بألفاظ مش كويسة. لما بتتعصب ما بتعرفش تتحكم في أعصابك وبتلبخ يمين وشمال وبتخسر الناس اللي حواليك. لما بتخش في مشروع كل شوية بيخسر ويبقى عليك ديون كتير. خد بالك، تعالى هنا. حلك هو في الآية القرآنية دي. اسمع معايا كده، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. صدق الله العظيم. خد بالك هنا، من أعرض عن ذكري مش بس إن أنت تمسك السبحة وتنك طول النهار تسبح، لا، ده جزء من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا بنتكلم عن القرآن، عن السنة النبوية، عن الوحي، عن كل ما جاء في السنة. هل حياتك بتعمل فيها زي ما الرسول علمنا، زي ما القرآن قال لنا؟ يعني مثلا لما دخلت في الحياة الزوجية، هل يا ترى اخترت الزوجة أو الزوج حسب ما القرآن قال لنا، ولا اخترت كده من الحب من أول نظرة وهنعيش في عيشة كده هتلمنا، وفي الآخر اكتشفت إن الحياة الزوجية غير كده بكتير. الحياة الزوجية فيها الاحترام، الحياة الزوجية فيها إن الست ست والراجل راجل. أغلب مشاكل الحياة الزوجية إن الست عايزة تبقى راجل والراجل عايز يبقى أرجل منها، وبالتالي بتعلي صوتها وبترد الكلمة بالكلمة وبتبتدي تمد ايد يبقى همد ايد وهكذا. لا، حضرتك عايزه يبقى عندك راجل عليه ليه قوامه عليكي، يبقى لازم حضرتك تبقي انثى، لازم حضرتك حيائك يبقى موجود، كلامك والفاظك تكون كويسه وجميله، صوتك يكون هادي. لما تلاقي اللي قدام الزوج متعصب لازم تهدي. حاجات كتير علمها لنا القران والسنه. فهل حضرتك وحضرتك مشيتوا زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وزي ما علمنا القران الكريم، ولا حضرتك داخل الدنيا كده وفارد صدرك وداخل بدراعك؟ طيب، هل حضرتك مثلا عامل تحصين لنفسك، ولا سايب نفسك لكل اي فتنه تجيلك هنا تجيلك هنا، شياطين الانس شياطين الجن يغيروا تفكيرك ويبتدي يغيروا في حياتك؟ هل يا ترى بتقول اذكار الصباح والمساء؟ هل يا ترى بتقول قيام الليل؟ هل يا ترى بتدعي؟ يعني ايه علاقتك مع ربنا؟ خد بالك، اول ما تلاقي في مشاكل كتير كده، ارجع كده للقران والسنه، ارجع للوحي وشوف نفسك ايه الغلط اللي انت فيه. هل يا ترى بتقيم الصلاه، ولا بتكروت الصلاة بسرعة بسرعة كده علشان انت مش فاضي؟ هل يا ترى بتقرا بالراحة وبتفهم انت بتقول ايه؟ هل يا ترى لما بتقرا القرآن بتبقى فاهم انت بتقول ايه وبتدور على المعاني دي علشان تبتدي تعمل بيها؟ يعني مثلا لما جيتي تربي عيالك، هل يا ترى خدتي بالك ان انت تربيهم على القرآن والسنة؟ جمعتي كده العيال مثلا وقعدتي تحكي لهم عن قصص القرآن، تحكي لهم عن السيرة، تحكي لهم عن الصحابة، تحكي لهم عن ازاي يتعاملوا مع الناس اللي حواليهم، تحكي لهم عن العفو وعن التسامح؟ ولا حضرتك عايزة تزرعي بصل وتحصدي تفاح؟ ما شيء طبيعي لما هتزرعي العيال كده ان انت مفيش تربية وسايباهم كده منهم للشارع. شيء طبيعي لما يكبروا هتلاقي المعاملة مختلفة، هتلاقي مفيش بر والدين، ما انت مش زارعة فيهم اي شيء. طيب، لما تيجي مثلا في الغضب ما بتعرفش تتحكم في غضبك، هل يا ترى عملت زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا، ان احنا نخش نتوضا، ان احنا نغير مكاننا، ان احنا نمشي ونسيب المكان؟ ولا قلت لا، انا مش عايز يجيلي ضغط وسكر، انا لازم اخد حقي بدراعي، وفي النهاية جالك المرض وما خدتش حقك بدراعك، بل زادت المشاكل أكتر؟ ليه؟ لأن احنا بعدنا عن القرآن والسنة. طب هل يا ترى في المشروع لما دخلت أي مشروع، هل يا ترى عملت زي ما كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم بيعملوا، بأن هم بيتقوا الله؟ ولا أنت دخلت في المشروع ده وأنت ناوي تسرق الكهرباء من الحتة الفلانية، تدفع رشاوي عشان تخلص الورق بتاع المشروع بتاعك، تاخد قروض علشان تبنيه، تبيع بضاعة مضروبة علشان تكسب أكتر؟ يا ترى وأنت داخل المشروع ده انت ناوي تتقي ربنا عشان ربنا يبتدي يديك ثمرة تعبك، ولا انت داخل كده وانت ناوي ان انت تلعب يمين وشمال، ناوي ان انت تاخد فلوس من حد وما تردهاش؟ خد بالك، كل ما مشينا تبع الهدي النبوي صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم كل ما حياتنا ان شاء الله تبقى احسن. طيب، افرض انا عملت اللي عليا واخدت فعلا بالاسباب واخدت فعلا بالقرآن والسنة، ولكن برضو ما حصلش والحاجة دي ما نجحتش او انا خسرت، مش قصتنا. انت حضرتك عليك ان انت تعمل اللي عليك وبس، معذرة الى ربك، عشان لما تيجي قدام ربنا تقول له يا رب انا عملت واحد اتنين تلاتة بما يرضيك، ولكن ما حصلش النتيجة دي مش بتاعتك. عليك
عليك بس إن أنت تاخد بالخطوات. طيب أنا دلوقتي ما خدتش بخطوات النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت في جوازة ودخلت في تربية عيال مش مظبوطة، يا ترى كده خلاص ما فيش أمل إن أنا أعدل نفسي؟ لا طبعا. كل ما حضرتك لسه فيك الروح يبقى عندك فرصة مرة واتنين ومليون، طالما إن أنت لسه عايش. افتح حضرتك كده اليوتيوب وابتدي قول مشكلتك كده، وابتدي شوف هيطلع لك مليون حل لمشكلتك. شوف مين فيهم اللي ملائم وماشي مع القرآن والسنة، ومين فيهم اللي بيجيب لك الحلول اللي هي موجودة من القرآن والسنة، علشان تبتدي تعدل من النقطة اللي انت واقف فيها وتبتدي تعدل في حياتك. خد بالك، ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يبقى سيادتك لازم تكون متأكد إن الخيبة اللي انت فيها أو المشاكل اللي انت فيها لازم الأول تغير من نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ارجع لنفسك، ارجع للقرآن والسنة، وتعالوا أنا وانتوا كده نراجع نفسنا علشان نبتدي نعدل في حياتنا وتبتدي حياتنا تكون أحسن. ويا رب كلنا إن شاء الله مشاكلنا تتحل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.